الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والصلاة والسلام على عبد الله المصطفى وعلى نبي الله المرتضى وعلى رسول الله المجتبى وعلى آله وأصحابه ومن به مهتدى. عباد الله، تمضي الأيام سراعا وتمر السنين تباعا، منصرمة من آجالنا منقضية من أعمارنا، ونحن في غمرة الحياة ساهون. من الناس من قضى نحبه، ومن يعش منهم فإنه سيعيش حلوا ومرا، فلا الحلو دائم ولا المر جاثم، والليل والنهار يتعاقبان يعملان فينا عملهما، وإن الآجال وإن الأعمار موكولة بالأيام، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، يخلف الليل النهار والنهار كذلك، لمن أراد أن يذكر أن يقف معتبرا ومتذكرا ومستفيدا من مرور الأيام ومن تداول السنين، وأنها بيد الله تعالى الواحد الديان، وعندها يمضي الناس إلى الآخرة. ولكن الآلام التي كانت في دنياهم تبقى ذكريات، ولكن الذي يبقى والذي يكون مع الإنسان عمله وزاده إلى الدار الآخرة. إننا ينبغي أن نقف مع أنفسنا مع دنو موسم عظيم ومناسبة جليلة بيننا وبينها عام. إنها أيام وليالي وأسابيع وشهور خلت، وكل واحد منا أيامه ولياليه وشهوره على مر عام كامل فيها ما فيها. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ وإن المواسم التي هيأها الله تعالى لعباده منة ورحمة وفضلا منه سبحانه، إنما أراد الله عز وجل بعباده رحمة، وعليهم أن يتعرضوا لرحمة الله وأن يستفيدوا من مواسم الخير ومن المناسبات الجليلة، ألا تدخل المواسم وأن تأتي الأيام الجميلة كذكريات حلوة تمر من حياتنا دون أن نعمل في الليل والنهار، بدلا من أن يعمل الليل والنهار فينا. ولذلك اخترت لهذه الخطبة بين يدي رمضان مستنا بقول السلف: اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلم منا رمضان. كانوا يدعون بهذا الدعاء الجامع. كيف وعند الترمذي في السنن قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. إنها دعوة لوعة صادقة تنتظر الأيام الجميلة والموسم العظيم والشهر الفضيل والضيف العزيز الذي سوف يحل بنا وبيننا وبينه دورة أيام من الفلك وساعات تتصرم وتنقضي. ولذلك ينبغي أن نستقبل رمضان بالمعاني الجليلة وبالفرحة العظيمة. ولذلك سوف أقف في نقاط كيف نستقبل رمضان ونتهيأ له. وأول شيء ولا شك فيه التأمل في نعمة الله أننا من أهل الدنيا، فقد شهد معنا إخوة لنا إما أقربائنا
إما من أقربائنا وإما من جيراننا وإما من أصدقائنا، وكل واحد منكم عليه أن يجول في ذكرياته ليرى أقواما كانوا معنا في رمضان السابق، وهذا رمضان قد قرب ودنا، قد افتقدناهم. إنهم في رحاب الله حيث لا صوم، وفي ذمة الآخرة حيث لا عمل، إنما الجزاء والحساب. فاغتنم لنفسك فرصة قبل أن تكون منهم. إنهم الآن يتمنون موسما ليعبدوا ويصلوا ويركعوا ويسجدوا ويسبحوا ويهللوا ويفرحوا بنعمة الله تعالى عليهم. عليك أن تتأمل أول تأمل عند دنو الشهر، أن تتأمل نعمة الله في أنك من أهل الدنيا. وأسأله تعالى ما بقي لنا من أيام أن يبقينا وأن يجعلنا من أهل رمضان، وإن أخذنا بآجالنا أن يكتب لنا نية صومنا لرمضان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فلا بد من التأمل، وهذا ينبغي كلما مر يوم أن تفرح أنك من أهل الدنيا. ولذلك يقول سبحانه: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أن الأيام تنقضي، يذكر دنوه، يذكر الذين قضوا نحبهم، أو أراد شكورا. إنه سيهل رمضان على بعض الناس وقد تبدلت أحوال أجسامهم من القوة إلى الضعف وإلى المرض، وهم لازموا سرير المرض والسقم في المستشفيات أو في بيوتهم، وما كان يدور بخلد واحد منهم يمكن أن يحال بينه وبين ما يشتهي من الصوم. بادروا بالأعمال 5، اغتنم 5 قبل 5، صحتك قبل مرضك، وحياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك. عليك أن تغتنم وأن تشكر الله على نعمة البقاء. فيستقبل رمضان أول ما يستقبل بالتأمل والشكر والذكر والحمد والشكر لله تعالى أنه وفقنا أن سندرك رمضان أحياء أصحاء، وغير ذلك لا يقدر على الصوم. ثانيا، لا بد من نية صادقة وفرحة عارمة. بعض الناس يستقبل رمضان بوجه عبوس وبقلب نافر، لأنه يأسى على فراق طعام وشراب أو مكيفات يتكيف بها، ولذلك يتلقى رمضان بالتوجس والخوف والقلق من أجل كيف ستمضي الأيام الأولى، كيف سيعمل مع الصداع الذي سيلازمه، ماذا سوف يفعل مع المكيفات. أما المؤمنون الصادقون يتلقون رمضان بالبشر والترحاب والفرحة العامرة التي تملأ قلوبهم. إنه لا يستقبل رمضان بفرح إلا المتهجدين والقائمين والعابدين الذين يعرفون قيمة العبادة ويدركون لذة وفرحة ونشوة ومتعة وسعادة الطاعة والعيش في كنف الرحمن. لذلك لا بد من استقبال رمضان بنية صادقة وفرحة عارمة. ثالثا، يستقبل رمضان بالتوبة، وهذا أجل ما يمكن أن يلقى به مسلم رمضان، أن يتذكر رحمة الله الذي لا يريد أن يعذب عباده، الذي يبسط لهم المواسم بسطا من أجل أن يكونوا من أهل الجنة. يهو في كل يوم من الشهر عتقاء، وآخر ليلة في ليلة التمام وليلة العيد يعتق ما أعتق في أيام الشهر كلها. فكيف لا يكون لمؤمن ولا مسلم نصيب من هذا العتق؟ على المؤمن أن يتذكر سعة رحمة الله تعالى، وأن يقابل رحمة الله وعفوه وإحسانه وبره وكرمه وجوده ورحمته بنا، أن يتلقى ذلك بالعمل الصالح والقلب الصافي، أن يقلع عما كان، وأن يتخذ من رمضان فرصة للتغيير الإيجابي والعمل المثمر. وإلا بعض الناس يمكن أن يستفيد من رمضان هو في 30 يوم أو أقل من ذلك بيوم، إذا به يترك المكيفات،
من السجاير ومن التنباك ويقف عن ذلك حتى المساء، لماذا لا يواصل؟ إنا لو لم ندخل في جدل فقهي عن حرمة السجاير أو كراهتها إنها ليست مما ينفع، وأقل شيء أنها عادة ذميمة. وقد أعطاك الله المكنة من نفسك في الصوم، أنت تترك حلالا لا غبار فيه ومباحا لا نزاع فيه، فكيف بحرام أو مكروه أو قل عادة ذميمة وخلق سيء لا يليق بالأماجد ولا يشبه الفضلاء؟ فعليك أن تغتنم رمضان وأن تعلن نية بينك وبين نفسك أنك تائب إلى الله، الحقوق تردها إلى أهلها، وبينك وبين نفسك تستغفر. ومن تأمل رحمة الله وفضله وكرمه وجوده وإحسانه وبره بعباده تحرك قلبه إلى الله حبا، واشتاقت نفسه إلى الله لقاء. إنه هو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم لما كان معه عمر، والحديث في الصحيحين: سبي هوازن، امرأة من السبي تمسك بطفلها الرضيع تلقمه ثديها وتضبط عليه حتى يسكت. قال: أتظنون هذه طارحة بولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. كما أن هذه الأم رحيمة لا يمكن أن تقذف وتلقي بولدها في النار، فإن الله كذلك. حامين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. غافر الذنب وقابل التوب. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله توابا رحيما. لذلك على الإنسان أن يتحرك نحو التوبة، ولا سيما في شهر تغلق فيه أبواب النار، وذلك ليتعرض العباد لنفحات الله تعالى ويري العبد ربه من نفسه خيرا. لذلك على الإنسان أن يتعرض لنفحات الله، ومن خلال التوبة ومن خلال عمرنا القصير وأيامنا المحدودة مع ضعف أجسادنا بسط الله لنا أياما نكثر من الطاعة ونتقرب منه حبا ورحمة بعباده المؤمنين ولطفا بخلقه سبحانه وتعالى. لذلك علينا أن نتأمل هذه الأحاديث الواردة. ورد في صحيح الجامع الصغير أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أرأيت الله يغفر لي ذنوبي كل حاجة وداجة، كل شيء فعلتها. قال: تفعل الخيرات وتترك السيئات يجعلهن الله خيرات. قال: وغدراتي وفجراتي؟ قال: نعم. فكبر الرجل وهو يقول: الله أكبر، فما زال يكبر حتى توارى. تعرض وعرف رحمة الله تعالى بعباده. وورد في صحيح الجامع الصغير قوله صلى الله عليه وسلم: إن صاحب الشمال ليرفع القلم عن المسلم المخطئ إذا أخطأ 6 ساعات يمسك عنه، فإن ندم واستغفر ألقاها، أي طرحها ولم يكتبها، وإن لم يندم كتبها واحدة. هذا من رحمة الله تعالى بعباده، وهو الذي يفرح بتوبة عبده. لله أشد فرحا من توبة عبده من أحدكم ضلت له راحلته في فلاة ثم أيقن بالهلاك ورقد تحت ظل شجرة، فلما نام وجدها عنده قائمة بكل ما فيها من أطعمة وأشربة، فأخذ بلجام الناقة وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، والله أشد فرحا بتوبة عبده من ذلك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. إنها رحمة عظيمة فوق وسع البشر وفوق تصورات العباد، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يقرب المعنى أحيانا إلى الأذهان فيقول: إنما
إنما خلق الله الرحمة 100 جزء وأنزل بين العباد جزءا واحدا، فبها يتراحم العباد وترفع الدابة حافرها عن ولدها، وادخر لهم إلى يوم القيامة 99 رحمة بقدر الرحمة الموجودة بين العباد جميعا. حتى الكفار أودع في قلوبهم أحيانا نوع من أنواع الرحمة، ولذلك هذا الجزء الصغير من الرحمة مضاعف 99. يقول مسعود: ليغفرن الله يوم القيامة مغفرة لا تخطر على قلب بشر. قال عليه الصلاة والسلام، والحديث حديث الترمذي من رواية أبي ذر، قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيعرض الله عليه ذنوبه الصغار ويخبئ عنه كبارها فيقرره، والعبد يقر وهو مشفق. يقول الله عز وجل له: قد سترتها عليك في الدنيا وها أنا ذا أسترها عليك في الآخرة. وفي رواية يقول لملائكته: اعطوه بكل سيئة حسنة. يقول: يا رب إن لي ذنوبا لم أرها، يحدث عن الذنوب الكبار. قال أبو ذر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه، يضحك لعظم رحمة ربنا سبحانه وتعالى. فهل نحن متعرضون لرحمة الله تعالى؟ ولذلك المحروم والشقي من حرم ليلة القدر، والمحروم من حرم رمضان، فضله ورحمته. ورغم أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له، لأنه جعل رمضان للترفيه والتسلية والبرامج الساقطة والأغاني الماجنة وضياع الوقت والنوم بالليل السهر بالنهار بالليل والنوم بالنهار، سهر الليل وعبث النهار. وهذا صوم صوري لا يستفيد منه صاحبه شيئا ولا يتعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى. التوبة بادر الآن، تب حتى ولو لم تدرك رمضان، بينك وبينه أيام، 5 أيام أو 6 أو 7. هذه لو مت فيها وأنت تائب تغمدتك رحمة الله وأدركتك رحمة الله سبحانه وتعالى. رابعا، ندرك رمضان بدعوة صادقة متمنين وداعين ربنا أن يبلغنا رمضان وأن يسلمه لنا كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وقول السلف: اللهم سلمنا إلى رمضان معافين بأبداننا وأجسادنا. اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان، وبعد ذلك تسلم منا رمضان، لا ترده على وجوهنا، تقبله منا منك، تقبله منا منة وفضلا منك يا ربنا يا كريم يا جواد يا رحيم يا غفور يا عزيز يا من بيدك كل شيء. ولذلك المؤمنون يدعون الله من خالص قلوبهم أن يدركوا رمضان، لا يتمنون ذلك من أجل أن يأكلوا أو أن يشربوا، إنما يتمنون ذلك ليتعرضوا إلى رحمة ربهم، وحتى لا يفوتهم من الخير موسما، تفوتهم مواسم الخير وتضيع منهم الرحمات. ولعله في رمضان ساعة رضوان يغفر الله لعباده، ومن تعرض لرحمة الله في تلك الساعة لا يسخط الله عليه بعد ذلك أبدا. يضمن له ربه حسن خاتمة، يضمن له ربه اللقاء به بالعمل الصالح، يضمن الله عز وجل له العصمة من الذنوب والحجاب من الآثام والخطايا. أيها الأحبة، الدعاء أن ندرك رمضان. خامسا، مما ينبغي أن نستقبل به هذا الشهر معرفة الفضائل ومعرفة الأحكام. والشهر بين أيدينا وبقيت أيام هي أيام تسلح بالعلم ومعرفة وتنقيب في بطون الكتب لمعرفة فضائل الصوم عموما وفضائل الشهر خصوصا وما فيه من الفضائل. وهذا أرجئه إلى خطبة قادمة لعلها تكون في داخل رمضان.
نتحدث عن ذلك، ولكن أيضا لا بد لمن أراد أن يستقبل رمضان أن يستقبله بمعرفة الأحكام، كيف يبيت النية، وما هي المبطلات حتى يتجنبها، وما هي مفسدات الصوم حتى يحاذرها، وما هو المباح حتى لا يتنطع ويتشدد ويهلك نفسه. إذن عليه أن يقف وأن يعرف حدود ذلك وأن يسأل أهل العلم وأهل الفضل. سادسا، الاعتبار. يستقبل رمضان بالاعتبار، والاعتبار الذي أقصده أن تعتبر رمضان الذي بين يديك آخر رمضان في حياتك. تعامل معه بهذه المنطلقات وهذه الروح وهذه النفسية. تعامل معه باعتبارك قد لا تدرك غيره. إن الذين قعدت بهم الآجال عن بلوغ الآمال، الذين قعدت بهم الآجال عن بلوغ الآمال ما كانوا يظنون أنهم لا يدركون رمضان الذي بين أيدينا هذا، ما ظنوا، وربما ما دار بخلدهم. عليك أن تتعامل مع الشهر الذي بين أيدينا باعتباره آخر شهر وباعتباره آخر موسم. كيف والله يقول أياما معدودات، شهر كامل معدودات، معدودات بمقاييس الشرع لأنها أيام فاضلة، معدودات للمبادرة، معدودات بمقاييس الأيام الجميلة التي تمر سريعا دون أن يدرك الناس بها. ولعلكم تقفون هذا الموقف وأنتم تسمعون إلى خطبة قبل رمضان، وربما يأتي خطيب يذكركم بأن العيد بقيت له أيام، يحدثكم عن آدابه وعن أحكامه وأنتم تخرجون إلى صلاة العيد. يا سبحان الله، ما أسرع الأيام وما أبطأ الإنسان في اغتنام هذه الأيام. أياما معدودات، ذلك تحفيزا للهمم واستنهاضا لنا جميعا ألا نغفل وأن نغتنم رمضان ساعة بساعة. ثم سابعا وأخيرا مما يستقبل به رمضان الاغتنام والمبادرة والمجاهدة والعمل الصالح. رمضان يصقل الإيمان، تزداد فيه الطاعات. هو رمضان التسبيح والتراويح، هو رمضان الإحسان والقرآن، هو رمضان الجود والبر، هو رمضان الجود والصدقات، هو رمضان الخير العميم، هو رمضان المساكين، هو رمضان الطعام الذي يبادر الناس به، هو رمضان ترويض النفوس وتهذيب الأخلاق ومدرسة الروح، هو رمضان السمو الإيماني والرقي الوجداني. إنه رمضان بكل ما تحمل هذه الكلمات من معاني. فعليك بملازمة القرآن، بالصلاة في المساجد، بملازمة التراويح، بالإكثار من الطاعة، بحفظ الصوم وصونه وصيانته. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضى، وأن يتقبل منا وإياكم أجمعين، وأن يبلغنا رمضان، وأن يسلمنا إلى رمضان، وأن يسلم لنا رمضان، وأن يتسلم منا رمضان. إنه نعم المولى ونعم النصير. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نستقبل رمضان بالتأمل، ثم بالنية الصادقة والفرحة العارمة، ثم بالتوبة، ثم بالدعوة، ثم بالمعرفة، ثم بالاعتبار، ثم بالاغتنام. 7 قواعد وأسس لمن أراد أن يستقبل رمضان استقبال المؤمنين، وأن يتعامل معه تعامل المفلحين، وأن يستفيد منه فائدة المتقين. وإلا فإننا سوف نتعامل مع رمضان باعتباره موروث تقليدي، موروث تقليدي يأتينا ولا نعرف ماذا نفعل. والدليل بعض الصائمين وغير المصلين. يا سبحان الله، ما هذه المعاني السيئة الموجودة؟ هذا موروث تقليدي عنده فقط. استحى
أن يدخل المطبخ في النهار وصبيانه صوم وامرأته ممسكة، وإلا كيف يصوم وهو لا يصلي؟ بعض الناس لا يصلي إلا في رمضان، وهذا لعل في صومه خير، لعله أن يمسك في الصلاة فلا يفارقها بعد ذلك أبدا، وأن تحدث له في حياته تحولا وتغييرا. أما الذي أستغرب له من يصوم من الصباح حتى المساء تعبا ونصبا ومشقة وجهدا وعناء دون أن يجد ولا حسنة، لأنه في عداد الكافرين. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. ومما أستغرب له ما يسميه بعض الناس خم الرماد. أي رماد هذا الذي يخم؟ وهم قد حكموا على أنفسهم أنهم لا يخمون جواهر ولا لآلي، يخمون رماد. وهل الرماد يخم في رمضان أو في غيره؟ إذا قيل غدا رمضان استفرغ وسعه وبذل جهده في أن يفعل كل الحرام، يقول وداعا نعود إلى الحرام بعد رمضان. وهذا تناقض لا يحبه الله تعالى. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. هذا لعب وعبث وليس دين. المؤمن جاد ومستقيم ومسؤول في كل زمان. اتق الله حيثما كنت. ولذلك ينبغي أن نذهب عن أذهاننا هذه المفاهيم السيئة، وأن نكون مستقيمين، وأن يدخل علينا رمضان وأمتنا أشد قوة ومنعة وعدة وائتلافا واجتماعا والتئاما، والصف الإسلامي قد اجتمعت كلمته، والقوى الكافرة قد رد الله كيدها في نحرها خائبة خاسرة بإذن الله تعالى. أيها الأحبة، إن الذي ينبغي أن يقال، ينبغي أن نعلم أن الله عز وجل هو الذي جعل لنا مواسم تمسكنا من عام إلى عام، فيها نتزود وفيها نراجع سجل أعمالنا. وأول ما نراجع إلى الآن من رمضان الفائت إلى هذه الأيام كم هي الحسنات إن كانت تحصى، كم هي السيئات وهل هي أكثر. إن الحساب والمراجعة لا بد منها مع الوضع في الحسبان أن الله عز وجل قد بسط رحمته. إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. إنها رحمة من الله سبحانه وتعالى، علينا أن نتعرض لرحمة الله سبحانه. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى، وأن يتقبل منا وإياكم أجمعين، وأن يجعلنا ممن يحسن استقبال الشهر، وممن يحسن الاستفادة من الشهر، وممن يحسن الخروج من الشهر، وممن هو على طاعة دائمة وعبادة مستقيمة حتى نلقى الله تعالى وهو راض عنا. اللهم إنا نسألك بجودك وكرمك وفضلك ومنك علينا يا رب العالمين أن ترحمنا، إنا إلى رحمتك فقراء. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، وبعطائك عن جود وعطاء من سواك يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى، وتقبل منا يا رب العالمين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة بآجال مديدة يا رب العالمين. اللهم أعد علينا رمضان بآجال مديدة وأعواما عديدة يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا ممن يكون نصيبه من الصوم التعب والعطش والجوع يا رب العالمين. اللهم عنا ووفقنا وسددنا وأعنا على كل خير يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين يا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، ويا أجود الأجودين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم.